مكة دي يا جماعة مغلبانا، عايزين حد ياخدها ويدينا بدلها حاجة حلوة. ينفع؟ امال ايه؟ ما عشان انت مش عايزة تقرأي. هنقرأ ولا لأ؟ نقرأ يا جماعة، نقرأ معانا كده يا جماعة مع مكة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. تعرفي تقرأي القارعة ما القارعة؟ قولي كده. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث عسل. فتكون الجبال كالعهن المنفوش. جميلة. فأما من خفت لأ. وأما من ثقلت برافو. موازينه فهو في ما شاء الله ما شاء الله. راضية. راضية. أما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. جميلة عسل. بتقرأ دول في الحضانة؟ وحافظهم كويس؟ طب حافظة سورة الزلزلة؟ طيب في ناس حافظة أحسن منك. لا. أمال مين اللي حافظها أحسن؟ ده بقول لك أخت محمد. أخت الست ثانية. تقول بصوت عالي. وأنت صوتك عامل إيه؟ مش الصوت كل يوم بيتغير. صوتك بيتغير كل يوم؟ ليه بقى؟ الصوت نحن كله بيتغير. ماشي. طيب عايزك بقى تقرأ بصوت حلو بقى. إذا زلزلت الأرض. إذا زلزلت. بسم الله. نقرأ الأول نقول بسم الله عشان الشيطان يمشي بعيد. واحنا اتفقنا يا مكة افهمي الأول. مش احنا اتفقنا لما نيجي نقرأ أو نعمل أي حاجة لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لازم نسمي عشان خاطر الشيطان يمشي بعيد. والله الشيطان في الحضانة قبل ما تحطيها لكن نستحوى وتدمنا بقنا. الشيطان في الحضانة برضو؟ يخرب مطن الشيطان ده وحش. بيخلي الإنسان يعمل حاجات وحشة. ده هو معاه أصحاب. هو معاه أصحاب كمان؟ طب يلا نسمي نقول بسم الله عشان يمشي هو وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. جميلة. إذا زلزلت الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربه لا بأن ربك أوحى لها يومئذ يحشر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. جميلة. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا ليه بقى؟ احنا قلنا الأولانية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. أنا زعلان من مكة علشان مش عارفة تقرأ كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. لك يا يوم الدين لكن على طريق الحمد لله بقى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لكن على طريق نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا جماعة لو عجبكم الفيديو دوس لايك واشترك في القناة علشان نعرف مكة بتقرأ قرآن ازاي، وكل يوم معانا طفل جديد جميل بيحفظ القرآن معانا إن شاء الله.